يا صباح العسل ويا صباح السكر. هي الاصوات اللي عدت دي انا بالنسبه لي كنشوه هي دي الراحه النفسيه. والله العظيم اصوات تريح الاعصاب كده، وتحسي بقى ان ايه كميه شجاعه وكميه نشاط على الصبح. يلا اتفرجي على الفيديو ده، بس قبل ما تقومي تعملي لايك كده كبير قوي 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 النشوه، تكتبي لها كومنت حلو وتقومي تشجعي وتنشطي. وصوت الميه النهارده والتنظيف هيخليكي تقومي تقلبي الشقه عليها واطيها. ايوه اسمعي كلامي وقومي شوفي انا هعمل ايه، وقومي اعملي زي بالظبط. اول حاجه كده بالصلاه على النبي، سمينا بالله وصلينا على النبي، بس مش واحنا في الحمام، بره الحمام. جبنا السجاد كده عشان انا ما عنديش المكان الكبير، تنيت السجاده كده بالنص يمين وشمال، وحطيت عليها شويه ميه وقلت اسيبها تبوش شويه. جيت وانا بجيب السجاده التانيه لقيت الميزان، قلت اتوزن يعني وانا ماشيه بالمره. المهم كده قمت جايبه السجاده التانيه. النهارده هنعمل شويه حاجات كده بسيطه في اوضه النوم. مش بسيطة، هي برضو مش بسيطة، بس ايه كل يوم لو عملنا حاجة زي كده قبل رمضان هتلاقي الشقة بتاعتك بتلمع وفل فل فل فل. وحطينا السجادة التانية فوقها هي نشوة، كله هيبوش على بعض، وتغسلي ده على ده على ده، هتلاقي الدنيا عندك زي الفل، وهتلاقيهم كده باشهم. عمال ما انت تخلصي تكون المية بوشتهم شوية. مش عارفه يعني ايه بوشتهم بالنسبه لكم. المهم يعني عمال ما السجاد يكون باش شويه، جبت طلعت بقى فوق السلم ده كرسي كده، وبتقلبيه الناحيه التانيه يبقى سلم. فكيت بقى الستاير بتاعه الاوضه. بصوا ده التنظيف بقى اللي انا احبه، بصوا بقى اللي هو كده يريح الاعصاب. طلعت بقى عشان افك الستاير اللي هي بيبقى الدبابيس بتاعتها صغنطوطه دي، بتضايق خلقي قوي، فكانت مشبوكه جامد يعني. انا عايزه اخد رايكم في حاجه. بصوا سجاد الستاير، الستاره دي بتين البرقع اللي هو الجوده، والستاير النزالات العاديه. انا بفكر واخد رايكم برضو، ناخد راي سوا، راي بعض. انا عايزه اسيب الستاره بس بقى، خلاص الصيف داخل وانا مش عايزه الجوده دي قوي، وعايزه اسيب الستاير بس الشوفون اللي هي ورا دي اللي انا ماسكاها في ايدي. فانتوا رايكم ايه، اعلقهم برضو ولا رايكم اسيب بس الستاير اللي هي الخفيفه؟ المهم شلت الستاير كده كلها بتاعت الشبابيك والبلكونات بتاعت الاوضه، ورحت المطبخ التاني اللي في الشقه التانيه. المطبخ التاني ده نشوف ما بنشوفوش كتير عشان مش فيه غير الغساله والديب فريزر بتاعي، التلاجه القديمه بتاعت ام علي الله يرحمها. حاطه كده زي ما انتوا شايفين كده، حطيت المسحوق وشغلت على الستاير النزلات اول، وجبت المخدات بتاعتي اللي هي الفايبر دي، مش مخده دي اصلا تكوى انتريه. المهم دي المخده دي التكوى يعني. وشلت المخده الكبيره، هوريكم يعني اوحش مخده ممكن تشوفيها في حياتك. يعني بصوا انا ما غسلتهاش بقالي مثلا 150 سنه 200 سنه مش عارفه، من ايام الفراعنه يعني. المهم كده جبت المخده كويتين. السر في الصابونه البيضه بتاعت الفلاحين بتاعتنا بتاعت زمان، بتاعت امي وامك بقى، هي مش بتاعت الفلاحين ولا حاجه، كلنا كنا بنستعملها، بس هو ما بتتباعش في كل الاماكن بصراحه يعني. الصابونه دي تحط لها شويه ميه سخنين، حبة كلور صغنطتين، وحطي حبة كربونات لسبب يخلي كده ريحة المخدات والمراتب بتاعتك ما تبقاش فيها ريحة وحشة، وتسيبيها تبوش كده شوية في المية السخنة. الصابونة البيضة تسيبيها تبوش في المية السخنة. انا مش بغسل المخدة، انا بعمل رغوة عليها بس، برغي يعني، مش عارفة برغي مش برغي برغي الصابونة بس كده على المخدة واسيبها شوية. انا مش بدعك بالصابونه، لا الصابونه بايشه معايا في الميه شويه، واقوم مرغياها كده يمين وشمال على كل المخدات. بصي اساسا والله وانا بعمل مخده كانت صفرة شويه من على الطرف، وانا لسه برغي، ما دعكتش وما غسلتهاش وما عملتش اي حاجه، انا برغي بس الصابونه عليها. انا لابسه جوانتي عشان الكلور والحاجات دي ما تبوظش ايدي يعني وكده. فبصي برغي كده الصابونه على التكاوي وعلى المخدات. لو انت لاحظتي وانا بعمل بس مجرد ان انا برغيها المخدات ابيضت معايا، ولا تقولي شركه نظافه اجنبيه ولا تقولي معرفش ايه، احنا احلى شركه نظافه. ربنا يدي لكل واحد الصحه ويوسع على كل واحد. بصي المخده النص بتاعها اللي انا ماشيه عليه ابيض ازاي، والنص التاني بصوا شوفوا الفرق. مش عارفه هو ليه الكاميرا مش مبيناه قوي، بس في فرق فعلا من الحته اللي انا برغي عليها. سبتهم بقى كده يبوشوا شويه عمال ما الغساله تخلص الستاير، احطهم في الغساله على طول. شلت بقى الحاجات اللي على السرير
وجيت على المرتبه. بصوا المرتبه دي عشان اغلب علي، يعني علي بيفطر عليها واحنا بنقعد كتير عليها، فدايما الشاي العصير الحاجات اللي بتبقع بتنزل على المرتبه. انا عندي كفر للمرتبه بس مش كل الاوقات بفتكر افرشه، ولما بيتغسل بنسى افرشه تاني، وده اهمال، ده غلط. افتح بس الشباك كده ندخل الشمس بقى عشان نسيب المرتبه دي في الشمس شويه. بصي بقى، اي بقعه شاي، اي بقعه اي حاجه بقعه عندك عندك اطفال زغنطاطين، عندك اي حاجه، اي بقعه عندك. بصي الصابونه اللي انا عملتها لكم البيضه، صابونه بيضه بجنيه او ب2 جنيه، معرفش بسعرها بقى بكام يعني، وبسفنجه اسبونشه كده طريه، سفنجه عاديه اللي هي الصفرة بتاعت اللي احنا بنعملها بالمواعين، مش فرشه ولا حاجه عشان ما تنسليش المرتبه. وزي ما انت شايفه يمين وشمال ويمين وشمال كده البقعه فين، فاكرين كان في 3 4 بقع؟ برافو عليكي، راحوا. نفس الصابونه برضو هنحط عليها شويه ميه سخنه، شويه بريل، على شويه كيس اريال، اي مسحوق عندك انت، اي مسحوق عندك، وشويه ميه بس. واحنا كنا سايبين السجاد ننقعه شويه كده بالميه عمال ما احنا خلصنا الحاجات دي كلها. وامسكي السجاده بقى، بصي لو انت ربنا يديك الصحه قادره بالفرشه البلاط توطي تعمليها حلو، لكن والله الفرشه السلك، المقشه دي سلك مش مقشه عاديه، دي مقشه سلك اللي هي ناشفه قوي 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 قوي، والله بتخلي السجاجيد زي الفل، وسهل عن ان انت تقدري توطي وظهرك يوجعك. انا مش يعني انا كل اللي انا بعمله ده اولا غلط، بس يعني غلط عن غلط اهون، لكن ان انا اقدر ان انا اوطي واعمل كده فانا مش هكذب عليكم مش هقدر. وايش يا نشا بتقولي يا رشا ما توديها المغسله وريحي نفسك، ماشي، ما انا ساعات بعمل كده، بس عمر ما بتاعت المغسله بتيجي بنظافه اللي انا بعملها في البيت، معرفش هو في ايه، مش عارف. بصي بقى كده، وبعد ما بتغسليها عايزه اقول لكم ان احلى احساس واحلى صوت، انا بحب اتفرج على الفيديوهات النظافه دي، اكتر فيديوهات بتشجعني تبعدي عن الطاقه السلبيه، تبعدي عن المشاكل اللي على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى الحاجات دي، تبعدي عن المشاكل. وانا احب اتفرج على الحاجه اللي تديني طاقه وتديني باور وتديني نشاط وتديني طاقه حلوه، طاقه ايجابيه، ان انا اقوم اتنشط واقوم اشغل القران، اقوم اشغل بخور، اقوم انضف بيتي، احسن ما افضل اقول فلانه عملت وفلانه ودت، واتفرج على القنوات اللي تفضل تقول لك مش عارفه ايه وانت مين وبتغير من مين وبيقلد مين وبيحقد على مين، قصص والله العظيم ما هتعمل اي حاجه غير ان هي هتديكي طاقه سلبيه. والله بجد بصي السجاده اللي تحت بتبوش مع السجاده اللي انت بتغسليها من فوق. ولا ولادي اجوا من المدرسه عادي. بصوا خلصت كده زي ما انتم شايفين بقى ايه السجاده يمين وشمال، ووقفتها وشطفتها حلو جدا ودخلتها في البانيو، وقمت جايبه السجاده التانيه زي ما انتم شايفين برضو بتمشي السلك يمين وشمال. بصوا بتخلي السجاد زي الفل، والله العظيم بتخلي السجاد زي الفل. والسجاده سبحان الله في يا ولاد فيديوهات اجنبيه كده انا بحب اتفرج عليها، بيجيبوا شركه نظافه ويقعدوا ينظفوا الشقه ويقعدوا يغسلوا، وفي شركات مغاسل سجاد، فيديوهات كده بقى مش عارفه، انا عندي هوس بالفيديوهات دي، مش عارفه مين زي اللي زي يكتب لي في الكومنتات. استنى رايكم والنبي عشان اعرف وانا كده بس اللي هبله ولا بصوا اخر بقى حبه لفيت الناحيه التانية زي ما انتم شايفين، واقلبها وانضفها وانضف تحتها. الصابون بقى كان باش خالص اهو، شايفينه الصابون ده بيخلي السجاد زي الفل، والله يا ولاد بيخلي السجاد زي الفل، او اي حاجه بتخليها زي الفل. بالفرشه كده او بالمقشه بتاعتك، بس تكون خشنه، مش المقشه اللي احنا بنكنس بيها التراب، لا مقشه المكنسه، انتوا بتسموا المكنسه مقشه مكنسه مش عارفه ليه، المكنسه الخشنه يعني، وتعمليها كده وتقلبي يمين وشمال وتقلبي يمين وشمال وتغسليها حلو قوي زي ما انت شايفه، وتشطفيها لما تخلي الميه اللي نازله منها ميه بيضه. بصي تفضلي تشطفيها كده لما تخلي الميه اللي نازله منها ميه بيضه، توقفيها وتشطفيها شطفه حلوه بقى، وتدخليها برضو البانيو تنشف بقى مع نفسها. اما بقى زي ما انتم شايفين بقى الارض بتاعت الحمام بقى اللي احنا غسلنا فيها الليله دي كلها، طبعا كانت الارض باشت من الصابون والمسحوق والمش عارفه ايه، بالمقشه كده برضو بنفس المقشه السلك، مش هياخد معاكي وقت. هو ده طبعا مش التنظيف الحمام العميق، لا لسه هنعمل له تنظيف تاني. انا عايزه استنى رايكم، لو عجبكم الفيديوهات دي نكمل سلسله النظافه بتاعت رمضان، اكتبوا لي، لان ده النهارده يعتبر اول يوم ابتدينا فيه. بصوا بقى بعد ما خلصت السجاد والصابون بقى ايه والستاير، بصوا كانت خلصت في الغساله، جبت بقى المخده الكبيره، وقال ايه انا بس بطلع الستاير من الغساله، عايزه ادخل المخده الكبيره الغساله، طبعا ما نفعتش، فدخلت المخده الصغيره كده زي ما انتم شايفين، وشغلت الغساله وحطيت لها المسحوق، وده مبيض كده بيتحط في الهدوم البيضه بودره يعني،
وبعدين كده زي ما انتوا شايفين بقى كانت السجاده اتصفى معايا وخلاص، يعني هي ما عادش بينزل ميه. قمت حطاه على السور البلكونه، بس انا بحطه على ظهره اول يوم. تاني يوم بقى قلبان الناحيه التانيه ياخد الشمس بقى على وشه. ده السجاد يعني. خلاص كده حطيت السجاد زي ما انتوا شايفين على السور. تعالوا بقى نشوف المخده هنعمل فيها ايه. بس قبل ما نشوف المخده ننشر اول الستاير. بصوا اول الشمس على السرير ازاي، هتلاقيه ينشف في 5 دقايق. يعني كمان انا ما بلناش ميه قوي، في نفس الوقت الشباك متسلط، الشمس متسلطه على المرتبه، فمش هياخد معاكي وقت. انا كده غسلت ال3 ستاير اللي هم اللي تحت، ولسه البرقع الكبير اللي هو ده لسه ما غسلتهمش، هغسلهم في الاخر او بالليل بقى براحتي. خلاص كده نشرت الستاير والسجاد خلاص بقى على الحبل بقى. وبصوا بقت الدنيا زي الفل. لسه بقى المخده الكبيره قمت منضفه البانيو تنظيفه حلوه كده على السريع، عشان المخده البيضه اللي انا هنقع فيها البانيو، هنقعها في البانيو. حطيت برضو بواقي الصابونه البيضه، حطيت عليها نقطه كلور صغنطتين وحبه مسحوق كده زي ما انتوا شايفين، وفتحت عليها شويه ميه دافيه بس شويه عشان تدوب الصابون والحاجات دي. وقعدت زي ما انتوا شايفين كده ايه، اخلي كل البقع اللي في المخده يعني ايه اضغط عليها كده. احنا كنا زمان نغسل البطاطين، وكنا زمان بنغسل الحافه بتاعتنا بتاعت زمان، كنا بنعملها بنفس الطريقه. عارفين كانوا زمان في مبيض نحاس، كانوا يقعدوا يبيضوا النحاس كده زمان زمان قوي ده يعني. وبالصابونه كده وعملتها وسبتها منقوعه قولي 2 3 في الميه دي تبقى زي الفل. كانت ناديه النهارده هي هتيجي يعني. وقمت جايبه فرختين صغنطتين كده، قمت مولعه عليهم في الحله دي، وسلقت شويه لوبيا، وقلت اما اغسل شويه الرز غسله حلوه، عشان النهارده هنعمل رز حبه بحبه، حبه وحبه. بعد ما غسلت الرز كده قمت حاطه معلقتين كبار على حبه زيت او سمنه، وسبت الرز يتحمر. وقمت جايبه في الطاسه التانيه بصلايه عشان احطها لللوبيا. اول ما البصلايه بتدبل معايا بنزل عليها بمعلقه توم ده لللوبيا. وبعدين ضربت كده شويه طماطم كده في الخلاط، واول ما الطماطم تغلي معايا اول غلوه حطيت لها معلقه صلصه وملح وفلفل وكمون. والرز خلاص اخد معايا لون اهو البني بقى اللي هيبقى ايه رز حبه بحبه بقى. يا سلام على شويه لوبيا بقى وفرخه محمره وشويه شوربه، يا سلام. ادعيلي بقى على الاكله الحلوه دي. النهارده كان يوم خفيف ويوم حلو بصراحه. وحطيت كده زي ما انتوا شايفين اللوبيا بعد ما اتسلقت. انا بحب اغسل اللوبيا من الميه بتاعتها، بس انا النهارده ما غسلتهاش، بس انا بحب اغسلها دايما. وكده خلاص حطيت اللوبيا بقى تتسبك، وقلت اما اضيف لها شويه شوربه. كانت الفراخ خلاص خلصت معايا، ما بتاخدش وقت. وبس خلصنا الغدا بتاع النهارده وخلصنا الروتين. هستنى رايكم.